فيلمنا بيبدأ على جزيرة ونشوف ست عجوزة وهي بتحكي للأطفال عن بطل أسطوري اسمه ماوي، وده بيقدر يتحول لأي شكل هو عايزه من خلال خطاف صيد مسحور. ويظهر ماوي وهو معاه جوهرة جزيرة تابيتي، والجوهرة دي الجزيرة من غيرها بتتحول لظلام مخيف. ونشوف ماوي هو بيحارب قوة الشر وبتكسبه، وبعدها بيختفي ماوي وبيقع الخطاف والجوهرة في أعماق البحر. وبعد 1000 سنة تأثير قوة الشر دي بتكون موجودة وتحتل جزيرة ورا التانية. ونشوف بنت صغيرة اسمها موانا وهي متفاعلة جدا مع كلام الست العجوزة ومنبهرة بيه. وتقول الست العجوزة ان شخص واحد بس هو اللي هيقدر يقود رحلة ما وراء الجزيرة، وان الشخص ده المحيط هو اللي هيختاره علشان يرجع الجوهرة وينقذ الكل. وفجأة بيدخل والد موانا اللي بيكون قائد الجزيرة ويقول ان مفيش حد هيمشي ويسيب الجزيرة علشان المكان في الجزيرة امان وما فيهوش وحوش. وتفضل الست العجوزة اللي بنعرف انها جدة موانا تتخانق مع باباها، فبتسيبهم موانا وبتطلع على الشاطئ وتلاقي سلحفة بتحاول تساعدها وتدخلها المية، وبعدها بتلم الصدف. ونشوف البحر وهو بيفتح لها الطريق علشان تدخل تقف جواه ويفضل يلعب معاها، فبتلاقي جواه الجوهرة. بس باباها بيجي فجأة وبياخدها ويقول لها ان ما ينفعش تخرج لوحدها، وبيوديها لمامتها وبيقول لها انها قائدة الجزيرة المستقبلية. وتعدي الايام وبتكبر موانا ونشوفها وهي ماشية مع باباها وبياخدها المكان مقدس للزعماء وبس، وبيقول لها انها في يوم هتيجي هنا وتحط الحجر بتاعها زي ما هو واجداده عملوا، ويعرفها انها المستقبل بالنسبة للجزيرة. وتتأثر موانا بكلام باباها وتبدأ تساعد اهل الجزيرة في اعمالهم اليومية. ونشوف اهل الجزيرة وهم جايبين لها محصول جوز الهند، ولما بتفتحه بتكتشف ان كله بايظ، فبيجي لها فكرة وهي انها تزرعه في مكان تاني. ويشكرها اهل الجزيرة وبيقولوا لباباها انها قد ايه عظيمة، وبيفرح باباها بيها جدا. وبعد كده بتظهر مشكلة تانية وهي ندرة السمك في البحر، وتفضل تقترح موانا على الصيادين حلول كتيرة بس بيقولوا لها انهم عملوها، فبتقول لهم انهم ممكن يصطادوا من مكان غير الجزيرة. فيتضايق باباها ويرفض الفكرة دي لانها كده بتعرض السكان للخطر، وبيقول ان محدش هيطلع من الجزيرة مهما حصل. فبتتضايق موانا جدا وتروح تقعد لوحدها، وبتجيلها مامتها وتفهمها ايه سبب زعل باباها ورفضه لفكرة البعد عن الجزيرة. وبتحكي لها ان زمان باباها اخد مركب مع صديقه والموج كان عالي جدا وبيقع صديقه وبيحاول باباها انه ينقذه بس بيفشل، فعلشان كده مش عايز يكرر نفس الغلط تاني علشان ما يخسرهاش هي ولا اي حد من اهل الجزيرة. بس موانا برضو مش بتقتنع ومش بتسمع الكلام، وبعد مامتها ما بتمشي بتاخد المركب والخنزير بتاعها وتنزل بيهم المية، والموج بيكون عالي وبيقلبها من المركب هي والخنزير وتحاول تنقذه، لكن رجليها بتبقى بين الشعب المرجانية ومش بتعرف تنقذ غير نفسها. وتطلع للشاطئ وتبص على رجليها بتلاقيها ورمة، وجدتها بتيجي وتقول لها ان باباها كان عنده حق. فبتسألها موانا عن البحارة بتوع الجزيرة زمان، وتاخدها جدتها الكهف اللي بيكون مهجور. فبتقول لها ان في قصة من قصص الاجداد بس مفيش حد بيرضى يحكيها لاطفاله، وبتقول لها انها لو دخلت الكهف ده هتكتشفها وتعرف السر المستخبي. وبتدخل موانا وتنبهر لما بتشوف الكهف من جوه وتشوف مراكب كتير ضخمة، فبتضرب على الطبول زي ما جدتها قالت لها تعمل، وفجأة النار بتنور وبتسمع أصوات غريبة. وبعدها بتعرف ان قبيلتها كانت رحالة، فبتسأل جدتها عن السبب اللي خلاهم يوقفوا ترحال ويقعدوا على الجزيرة. فبتكمل لها جدتها قصة ماوي وبتقول لها ان هو بعد ما اختفى ظهرت قوة الشر ودمرت كل مكان، فقرر قائد الجزيرة انه يوقف الترحال علشان يحميهم ويستقروا في مكان. بس قوة الشر فضلت تطاردهم من جزيرة للتانية، وبتقول لها ان المحيط اختارها علشان ترجع جوهرة تابيتي ويهزموا قوة الشر. فبتستغرب موانا ان المحيط اختارها هي، بس بالرغم من كده بتكون متحمسة جدا وعايزة تكمل الرحلة. وبتروح لوالدها اللي بيكون عامل اجتماع لأهل الجزيرة وتقول لهم عن السفن وفكرة البحث عن ماوي، بس باباها بيتعصب عليها وبيقولها ان هو مفروض كان يحرق السفن دي من زمان، وبيرفض الفكرة خالص. وبعد كده بنشوف جدة موانا وهي خلاص هتموت، وبتدي لموانا سلسلة فيها جوهرة تابيتي وتطلب منها انها تروح ورا النجوم وتدور على ماوي. وتلبس موانا السلسلة وبتروح علشان تعمل اللي جدتها قالت لها عليه وتاخد مركب من المراكب اللي موجودة، وبتتفاجئ ان الديك بتاعهم ركب معاها بالغلط وتنزل المحيط لوحدها، وتحاول طول الطريق انها تواجه موج البحر اللي بيكون شديد جدا وتنام غصب عنها، بس موج البحر بيصحيها علشان ما تتوهش. وفجأة
المركب بتتقلب بيها وبتقع في المية بسبب الأمواج والجو الشديد، وتصحى تاني يوم وتلاقي نفسها مدفونة في رملة. فبتقوم بسرعة وتطمن على سلسلتها اللي فيها جوهرة تبيتي، وتكون متضايقة جدا من المحيط لأنه بدل ما يساعدها بيرميها في جزيرة لوحدها. ولما بتركز في المكان اللي هي فيه بتلاقي إنه كله رسومات خطاف ماوي، وتشوف ظل شخص ضخم فبتخاف جدا وتاخد الديك وبتجري تستخبى ورا المركب. وبيظهر لها الشخص ده وبيكون بطل القصة ماوي، وكل ما تحاول تتكلم بيقطعها وبياخدها وبيحبسها في كهف، بس هي بتعرف تخرج منه وتشوفه وهو اخد المركب والديك بتوعها وماشي. فبتجري وبتنط في المية لكن بتقع بعيد عنه، فالموج بياخدها وبيحطها على المركب، لكن ماوي بيرميها منه وبتطلع تاني ويفضل كل شوية يرميها. وبعد كده بتنجح انها تتكلم معاه وبتقوله انه لازم يرجع جوهرة تبيتي مكانها، فبياخد الجوهرة وبيرميها في المية، لكن الجوهرة بترجع تاني على المركب. فبتسأله لو هو خايف من الجوهرة، فبيقول لها ان دي لعنة بتسبب الموت على شكل جوهرة. وفجأة بيظهر قراصنة على شكل جوز هند على سفينة كبيرة، فيحاول ماوي انه يهرب بالمركب، بس القراصنة بيقدروا يمسكوا المركب ويبقوا عايزين ياخدوا جوهرة تبيتي، لكن الديك بياكلها. فالقراصنة بتخطفه وتزعق موانا مع ماوي وتقول له يساعدها ترجع الديك، لكنه بيرفض. وتروح موانا لوحدها تحارب القراصنة وبتنجح في ده وتاخد الديك وترجع المركب. ووقتها الديك بيطلع الجوهرة من بقه وبتاخدها موانا، وينبهر ماوي من شجاعتها وبيقول لها ان رحلتها لسه طويلة وهتقابل مواقف من دي كتير، بس بالرغم من كده بيرفض انه يشاركها الرحلة دي. وتحاول موانا انها تقنعه وتعرفه انه بالنسبة للناس مش بطل زي ما هو فاكر، وانه بالنسبة لهم واحد سرق الجوهرة اللي تعتبر قلب جزيرة تبيتي، وبتقوله ان لو رجع الجوهرة هيبقى البطل اللي أنقذ العالم ورجع كل حاجة زي ما كانت. فبيوافق وبيقول لها انه محتاج يرجع الخطاف المسحور بتاعه الأول، وبيتفقوا مع بعض انهم هيرجعوا الخطاف سوا. وبيتجهوا لتبيتي وتطلب موانا من ماوي انه يعلمها ازاي تبقى بحارة كويسة وازاي تقدر تتحكم في المركب. وبعدها بنشوفها وهي نايمة وبتحلم حلم يخوف، فبتقوم مخضوضة وتلاقي نفسها في مملكة الوحوش اللي بيكون فيها الخطاف. فبيقول لها ماوي انها تستناه في المركب لغاية ما يروح يجيبه ويجي، لكن موانا بترفض وبتتسلق الجبل علشان تطلع معاه، وبتوصل لقمة الجبل وتفتح فجوة وتنط فيها وتلاقي نفسها في مية، فتفضل تعوم لغاية ما بتوصل لمملكة الوحوش وبتلاقي كائنات بحرية تخوف، فبتترعب جدا بس بتحاول توصل للخطاف وبتوصل فعلا وتساعد ماوي علشان يقدر ياخده. وتشتت ملك الوحوش اللي بيكون كابوريا ويكون بيمسكها وهو مستغرب ازاي انسانة قدرت تدخل المملكة بتاعته. وفي اللحظة دي بيقدر ماوي انه يرجع الخطاف وياخد موانا وبيطلعوا من المملكة ويشكرها ماوي وبيقول لها ان هزيمة قوة الشر صعبة قوي، لكن بتقرر موانا انها تكمل بالرغم من كلامه. وهما في الطريق بيبدأ ماوي يحكي قصته وبيقول انه هو صغير اهله رموه في المية، بس قوة الخير اخدته وادت له الخطاف وبدأ يساعد الناس بالخطاف ده وبقى بطل. بس بيظهر ان كل اللي عمله ما كانش كفاية بالنسبة ليهم، فقرر بعدها انه ما يساعدش حد تاني. فبترد عليه موانا وبتقول انه مش قوة الخير هي اللي خليته بطل، وان الحاجات الكويسة اللي بيعملها هي اللي خليته بطل. فبيقتنع بكلامها وبيقرر انه يكمل معاها ويساعدها. وبعد كده بياخد الجوهرة منها وبيتحول لنسر وبيطير، لكن البركان بيحاول يشده وبيوقعه في المية وبتقع الجوهرة منه، بس بيروح وبياخدها ويحاول انه يطلع المركب والموج بيكون شديد جدا، فبترمي الجزيرة عليه نار والخطاف بتاعه بيتحرق. وبيكون ماوي متضايق جدا ويعاتب موانا لانها كملت بالمركب وكانت عايزة تدخل الجزيرة، وبيديها الجوهرة وبيقول لها انه مش هيكمل في الرحلة ومش هيروح الجزيرة لانه يعتبر مش موجود من غير الخطاف السحري بتاعه، وبيتحول للنسر وبيطير. فبتفضل موانا تعيط وتتكلم مع المحيط وبتسأله ليه اختارها بالرغم من انها الشخص الغلط، وترمي الجوهرة للمحيط وبتطلب منه يختار شخص تاني غيرها. وفجأة المحيط بينور وبتشوف جدتها اللي توفت وبتقول لها انها فشلت في مهمتها. فموانا بترجع في كلامها وتنزل المحيط علشان تجيب الجوهرة وتحاول تصلح المركب علشان تبدأ رحلتها من تاني. وهي في طريقها بتواجه قوة الشر، بس المرة دي موانا بتلف حوالين الجزيرة والجوهرة بتقع منها في المية وهي كمان بتقع في المية وبيتقلب المركب بتاعها
وفجأة بتلاقي ماوي راجع تاني علشان يساعدها، فبتفرح جدا وبتشكره، ويقرروا يواجهوا قوة الشر سوا. بس المرة دي قوة الشر بتدمر الخطاف كله، وبتكتشف موانا ان الجوهرة المفروض تتحط جوه قوة الشر، فبترفع الجوهرة لفوق وتلفت انتباه قوة الشر، وتروح قوة الشر ناحية موانا، وموانا بتمشي ناحيتها من غير ما تكون خايفة وتحط الجوهرة جواها. وفجأة بتتحول قوة الشر لجزيرة خضراء، وبيتأسف ماوي لتابيتي عن سرقته لجوهرتها، فبتسامحه وبترجعله الخطاف بتاعه ويفرح قوي، وبتحضنها موانا وبتديها تابيتي مركب جديدة علشان يرجعوا بيها، وبتحضن موانا ماوي علشان هتمشي، وبترجع لأهلها اللي بيفرحوا جدا أول ما بيشوفوها، ويرحب بيها كل أهل الجزيرة، وبيرجعوا تاني للترحال وللسفن بتاعتهم بسببها. وهنا بتخلص قصتنا. فيلمنا بيبدأ بموانا وهي بتجري وسط الجبال لغاية ما بتوصل فوق جبل عالي، وتبدأ تعمل صوت بالصدفة اللي معاها، وده علشان تعرف إذا كان في ناس تانيين عايشين على الجزر التانية ولا لأ. ولكن كالعادة مفيش أي رد، وبتقع موانا من غير قصد وهي بتنقذ الخنزير، وبالصدفة بتلاقي مع الفرخة فخار مرسوم عليه، وتفرح جدا لأن ده معناه إن كان في ناس تانية عايشين على الجزيرة دي، وبتقرر ترجع لأهلها ولجزيرتها اللي بترحب بيها، وده لأنهم بيعتبروها بطلة بسبب أحداث الجزء اللي فات، ولو لسه ما شفتوش هتلاقيه في الديسكريبشن تحت. وبعدها بيستقبلها باباها ويسألها عن رحلتها، فبتوريله موانا الفخار اللي لقيته، وبتقوله ان ده بيدل على وجود ناس تانية غيرهم، وبيأكد باباها كلامها، وتقطع كلامهم اختها الصغيرة اللي بتجري على موانا وتعاتبها على غيابها، وتاخدها موانا لنفس المكان اللي كانت بتروحه مع جدتها، وتبدأ تحكي لها عن بحار قديم اسمه تاو تاي، وتقول لها انه كان حلمه يدور على كل الجزر اللي في المحيط ويربطهم ببعض، وبما ان تاو تاي مات فموانا هي اللي تولت المهمة دي مكانه. ونروح لمشهد تاني وبنشوف ماوي واللي بيكون كائن خطفه بعيد عن الأرض، وأول ما بيظهر لماوي بيهجم عليه ويحاول يقتله لكنه بيفشل. ونرجع لموانا اللي بتكون بتحتفل مع أهل الجزيرة برجوعها، وفجأة بيحصل برق في السماء، وتلاقي موانا نفسها في مكان غريب لوحدها، ويظهر لها شخص شكله غريب جدا، وبيقول لها انها لازم تدور على جزيرة موتو فيتو، لا اما المكان ده هيكون مصيرها. هو بيختفي وبيحصل برق في السماء لتاني مرة، وبتفوق موانا وبتلاقي نفسها وسط اهلها، واول حاجة بتقولها موتو فيتو، فبياخدها باباها وبيقول لها كل حاجة عن الجزيرة دي، وبيقول لها ان في ساحر اسمه نانو وده اللي ساحر الجزيرة، وبتقرر موانا انها هتبدأ رحلة جديدة للبحث عن الجزيرة دي. وتاني يوم بتودع اهلها قبل ما تمشي، ونشوف ماوي اللي بيكون مربوط في الكائن وبيحاول يفك نفسه بكل الطرق لكنه بيفشل لتاني مرة. وأما موانا فبتكون بدأت رحلتها، والمرة دي مش بتكون لوحدها، ده بيكون معاها جدها وباباها واللي بيكونوا مش عارفين يتحكموا في المركب. وفجأة بتحصل عاصفة، وبعد ما بتخلص بتلاقي جزيرة موتوفيتو قدامها، وبتلاقي كمان سفينة كبيرة جاية عليهم وفيها كائنات شكلها غريب، وبيقدروا انهم يمسكوا موانا وعيلتها. وتحاول موانا انها تتفاوض معاهم وتقترح عليهم حل، وهو انهم يتحدوا مع بعض لان هدفهم واحد، وهو انهم يوصلوا لجزيرة موتوفيتو. وبيوافقوا وبيوصلوا للجزيرة، واللي اول ما بيدخلوها البحر بيودي كل واحد في مكان، والرمح بتاع موانا بيقع منها، ويظهر لأهل موانا وحش وبيكون عايز يخلص عليهم، لكن كائن من الكائنات اللي معاهم بيقدر يخلص عليه، وبيقعوا من المكان اللي هما فيه لتحت. ويتفاجئوا لما بيشوفوا ماوي، ويكونوا في الأول مش مصدقين إن هو، لأنهم فاكرين إنه وحش ومتحول لشكل ماوي، فبيثبت لهم ماوي إن هو، وده من خلال إنه بيفضل يتحول بالعصاية السحرية بتاعته. وبنفهم إنه قدر يحرر نفسه أخيرا. وبنروح لموانا اللي بيكون مغمى عليها، وأول ما بتفوق بتلاقي في وشها خفاش وبتتخض منه، وتظهر لها ساحرة اسمها ميتينري، وبتقول لها إنها عارفة إنها جاية تفك السحر اللي على موتو فيتو، وبتقول لها إنها محبوسة هنا ومش عارفة تطلع بسبب السحر ده، وتاخد موانا علشان توديها من طريق مختصر. وبيشوفها ماوي في الوقت ده، وبتعمل الساحرة حفرة علشان تمشي منها، وقبل ما بتمشي بتقول لموانا إنهم أكيد هيتقابلوا تاني لما تفك السحر اللي على الجزيرة. وتروح موانا علشان تحضن ماوي، واللي بتكون مش مصدقة انها شافته تاني، وبيرجعوا لأهلهم وبيركبوا المركب بتاعتهم، وبيظهر لهم في البحر تنين علشان يموتهم وما يقدروش يفكوا السحر، ويفضلوا يقاوموه، ويتحول ماوي علشان يقضي عليه، ويظهر لهم أكتر من تنين في الوقت ده، ويفضلوا يحاربوا فيهم لغاية ما الشمس بتطلع عليهم، وأخيرا بيقدروا يخلصوا منهم كلهم، ويطلعوا على الشاطئ علشان المركب بتكون باظت منهم. وبيقرروا انهم مش هيستسلموا وهيصلحوها علشان يكملوا طريقهم للساحر نانو، ويقدروا انهم يفكوا السحر.
وبيصلحوها فعلا وبيكملوا طريقهم بيها. لكن نانو مش بيسيبهم في حالهم ويبعت لهم عاصفة شديدة جدا، وبيقرر ماوي انه هيتحول ويقاومها، وبنشوفه بيتحول لصقر ضخم وبيتجه ناحيته. لكن نانو بيقفل لهم المكان علشان ما يعرفوش يعدوا، ويفضلوا يدوروا على حل علشان يوصلوا من خلاله. وبيقول ماوي لموانا انهم علشان يعدوا لازم يكونوا ماشيين بأعلى سرعة، وبيتحول لصقر وبيطير ويرفع الصخرة. فبيستغل نانو الفرصة ويحبس ماوي وبيخليه ما يقدرش يتحرك تاني. في نفس الوقت بتكتشف موانا ان في طريق مختصر تقدر توصل بيه، وبتنط من المركب وتفضل تعوم، وبيكون نانو وراها وتقدر موانا انها توصل لآخر المحيط وتلمسه، وتنتهي العاصفة وبيتفك ماوي. لكن موانا بيكون أغمى عليها، وبينط ماوي من المركب علشان ينقذ موانا، وبيمسكها وبيفضل يعيط ويطلب منها انها تقوم. وفي الوقت ده بيظهر جدها وجدتها، وفي لحظة سحرية بينور المحيط وبتفوق موانا من تاني. وقبل ما جدتها تمشي بتودعها وتقول لها انها هتفضل معاها دايما. واخيرا بيحرروا جزيرة موتوفيتو وبيرجعوا للجزيرة بتاعتهم وهم فخورين باللي عملوه، وانهم قدروا يوصلوا كل شعوب المحيط ببعض من تاني. وبتحتفل الجزيرة كلها بموانا لانها اخيرا قدرت تنتصر على الشر. وهنا بتكون نهاية حكايتنا.